السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم مع عزة فهمي واسرار المطبخ. هنبدأ بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا قلت بقى ايه قبل ما لحمة العيد تخلص الحق اعمل لجوزي الطواجن اللي هو بيحبها، وطلبها مني بالاسم، بيقول لي انت بتعملي الحاجات دي على طول وانا مش موجود. يلا بقى وريني شطارتك، وريني بقى الحاجات الحلوة اللي انت بتعمليها. هو طلب الطاجن دوت مخصوص، انا ما كنتش هعمله بس هو طلبه. وطبعا الاكله ديت لما بتبات يا نهار ابيض ملهاش حل وملهاش مثيل، بجد جامده جدا. بصوا يا جماعه، انا اول حاجه جبت حله على النار، حطيت فيها حبه سمنه وحبه زيت، ونزلت باللحمه بتاعتي عشان اديها صدمه. بديها صدمه كده وبديها ايه لون صغير كده. هقلبها تقلبتين كده، احس كده اللي هي ايه نزلت ميتها كده ونشفت، هنزل عليها ببصلتين حلوين. وهقلب بقى البصله مع اللحمه دي، اخليها تاخد ايه اللون بتاعنا ايه الذهبي الحلو. عايزه اقول لكم حته لحمه بصراحه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ما خدتش وقت في السوا خالص. بصوا هي كده فاضل لها تكه، عايزه تاخد ايه سنه تاني، هسيبها شويه. هنا بصوا هي كده خلاص اخدت اللون، واللحمه خدت برضو لون. خلاص. فانا قبل ما احط طماطم او اي حاجه بنزل بالميه بمج ميه او مجين ميه وحبه سكر وايه، واسيبهم بقى ايه تشربهم خالص عشان ما تاخدش اللحمه سوا كتير في الصلصه، وتشرب الصلصه بتاعتي. حط برضو حبه فلفل اسمر، وهغطيها لحد ما تشرب الميه بتاعتها دي خالص. هنزل بقى بالطماطم بتاعتي، دي بتساعدها لا تستوي بسرعه وما تشربش ايه الطماطم بتاعتنا. بصوا هي شربت ايه الميه. فانا هنا نزلت بكيس من الطماطم، حسيت اللي هو هيكون قليل، هروح اجيب ايه كيس تاني ايه واحطه، لان انا عامله اكياس الطماطم بتاعتي صغيره. بعد ما اغطيها اروح بقى اجيب كيس تاني وهرجع ايه احطه. خلاص انا حطيت الكيس بتاعي كده واحط له بقى حبه ميه، اول ما يفك بقى هنزل ايه بالبهارات اللي انا هحطها. بصوا الطماطم فكت اهي، وهسيبها بقى ايه مع اللحمه. احط بقى حبه فلفل اسمر، حبه كزبره ناشفه، وازودها حبه ميه، واخلي بقى اللحمه تستوي على الهادي. بس فعلا والله العظيم حته اللحمه دي بسم الله ما شاء الله، حتى فرمت منها عملت منها العيش بلحمه، بجد طعمها ملهوش حل يعني. ربنا يبارك في الجزار اللي جابها لنا يعني. طبعا اللحمه استوت واتسبكت. هنزل بقى بكيسين من الباميه. الباميه دي بصراحه يا جماعه مع اللحمه ملهاش يعني حل، يعني طعم وريحه، ولما بتبات بقى باليومين والتلاته يا سلام على الجمال. بس طبعا دي من حلاوتها طبعا ما باتتش يعني. هنزل بحبه ميه بقى واحط حبه الملح بتوعي، لان انا ما حطيتش ملح، احنا حطينا سكر في الاول. هخليها بقى تغلي غلوتين كده وتفك قبل ما احط التوم بتاعي. هنا بصوا بقى الايدام بكبك فوق الوش ازاي. هنزل بقى بمعلقه توم تغلي غلوه قبل ما احطها ايه في البرام بتاعها. لو وصلتش بقى لحد هنا بقى اللايكات بتاعتك الجميله بقى والكومنت الحلو بقى، كل ما تحطش لايك وكل ما تحطش كومنت عدد كبير جدا هيشاهد القناه بتاعتي وهترفع وهتعلى وبيكم. خلاص. فانا سبت التومه هتغلي شويه، هعمل بقى ايه احضر برام الرز. هنا بقى جبت معلقه سمنه من الحلوه اللي احنا عاملينها مع بعض كده، ودهنت بيها البرام بتاعي عشان خاطر الرز بتاعي ما يلزقش. هنا بس انا هعمل كوبايتين رز برام، لان يا بنتي مش بتاكل الرز برام، هعمل لها رز تاني. طبعا كوبايتين الرز هياخدوا كوبايتين لبن على كوبايه ميه، يعني كل كوبايه بتاخد معيار ونص. ماشي. وهنزل بقى عليها بالملح بتاعي، واحط كده معلقتين سمنه كده فوق الوش. ما تكتريش سمنه لانك انت هتحطي قشطه، والقشطه بتنزل يعني ايه بتطلع السمنه اللي فيها. برضه هحط معلقتين قشطه. دي يا جماعه قشطه اللبن اللي انا بشيلها، فانا دول كنت مطلعاهم عشان هعمل بيهم رز بلبن، فبدات عملت رز برام الاول. انا اصلا كده كده القشطه بحوشها في حاجه كبيره، لكن دي انا كنت حاطاهم لوحدهم عشان اعمل بيهم ايه رز بلبن. خلاص بقى هدخله بقى الفرن ونشوف البرام بتاعنا. بصوا بقول لكم بوريكم الايدام، بص عمل فوق الوش ازاي، واللحمه بصوا بقت حته كده مش قادره اقول لكم، لوز بصراحه. هنا بقى هجيب حله احط فيها معلقه سمنه وحبه زيت صغننين، وهنزل عليهم بمج من الميه، وهنزل بحبه الملح بتوعي،
وهكون غاسله كوبايه رز هنزل بيها. انا مش عارفه ازاي يا جماعه في حد مش بياكل الرز البرام، يا نهار ابيض. ده طعمه ملوش حل، ده انا ممكن اكله، انا باكله كده مش بحط عليه اي حاجه، بحب اكله كده، طعمه خرافه. بنتي لا ما بتحبوش، قالت لي ما عملتش رز برام انا هاكل هغمس بالعيش. فطبعا صعبت عليا اللي هي ما تاكلش رز، قلت لا هي كوبايه رز مش هتاثر معايا، اعمل اقلها ايه وانا واقفه كده على طول. خلاص هنا بقى انا مسكت الباميه بتاعتي باللحمه حطيتها في البرام، وهجيب بقى اللي هتوديها في حته تانية خالص، الطشه بتاعتنا اللي بتوديها في حته تانية وبتخلي الريحه ضاربه بصوا في العماره كلها، اللي فوق واللي تحت يقولي انت ايه الريحه، ايه الجمال اللي عندك، ايه الريحه اللي انت عاملاها دي. جبت معلقه طاسه حطيت فيها معلقه سمنه على معلقه ثوم، يا دوبك هقلبها، يا دوبك احس انها تاخد لون وانزل فيها بمعلقه كزبره ناشفه. ماشي. وطبعا لازم جنب الباميه يا جماعه بتنجان مخلل اللي هو المقلي، ما بحبش المسلوق انا، كنت عاملاه قبلها بيوم، بحبه البتنجان لما يتعمل بيض بيبقى طعمه فظيع، فما اعرفش اكل باميه من غير بتنجان. بصوا بقى الطشه والريحه، كان نفسي اسمعكم طشطشه، بصوا بقى يا سلام يا سلام يا سلام. شامين الريحه اللي انا شاميها؟ اكيد طبعا مش شامين بجد، ولا صوت الطشطشه، نفسي ابقى اسيبه لكم. بصوا الريحه جامده والله العظيم، والطشه دي بتوديها في حته تانية خالص. جربيها مش هتسليها، انا كنت على طول بعمل في الحله، دلوقتي اي حاجه بعملها في البرام ولادي بيحبوها جدا، سواء محشي خضار اي حاجه، بصراحه ملوش حل. طبعا البصل الصغنن ده بتحطوه وبيتشوى في قلب الطاجن بجد مع الفلفل ده ملهوش حل. بصوا بقى شايفين التكتكه، دخلنا الطاجن الفرن وطلع اخد وش، بس يعني شغلت عليه الشوايه، شايفين الشكل والتكتكه والبصل اتشوى والفلفل اتشوى، طعمه ملهوش حل. خلاص وانا هنا طلعت بقى الرز بتاعي، طلعت البرام بتاع الباميه، وعملت الرز بتاع بنتي طبعا، وقالت فلفل ده لازم انتوا عارفيني بالفلفل، والبتنجان اللي انا ملحته امبارح. بصوا شايفين شكل الاكل، انا قلت اوريكم شكل الحاجه قبل ما اغرف، لان لما بتغرفي شكل الطاجن بيبوظ مش بيبقى حلو. فانا بقى هنا بقى هغرف معاكم واوريكم شكل الرز مفلفل ازاي. عايزه اقول لكم والله يا جماعه الرز وشه كمان طري، انا ساعات بحط على البرام الرز دوت معلقه زبادي من فوق، برضو بتوديه برضو في حته تانية وبتخليه حلو. بس انا هنا ما كانش عندي زبادي فعملته على طول، فعلا والله برضو نفس النتيجه، جميل جدا الرز وشه طري، ومش لازق، ومفلفل جميل جدا ملهوش حل. بصوا انا هوريكم شكل طبق الرز مفلفل، بصوا الرزايه مفلفله زي مش معجن خالص. وغرفت انا بغرف كده للي هياكله، يعني ما كناش كلنا هناكله، فغرفت طبقين. ف واللحمه بصوا يعني حته لحمه زبده مستويه جميله جدا وملهاش يعني، بصراحه عجباني جدا، انا زعلانه اللي هي خلاص يعني قربت تخلص. شايفين شكل الرز والباميه. اللايك بقى والكومنت بتاعك الجميل والدعوه الحلوه بتاعتك، وانا قلت لكم قبل كده يا جماعه انا مش هعلى غير بيكم. لو وصلتي لحد هنا ما تبخليش عليا بالكومنت والدعوه الحلوه واللايك والاشتراك لقناتي وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.